إن الدقائق والثواني التي ذهبت من أعمارنا لن تعود ولو أنفقنا جبال الأرض ذهبا وفضة. واعلم أن الأنفاس معدودة والآجال محدودة. واعلم أن من أعظم نعم الله عليك أن مد في عمرك، فكم غيب الموت من صاحب ووارى الثرى من حبيب. تذكر من صام معنا العام الماضي وصلى العيد، ثم أين هو الآن بعد أن غيبه الموت؟ اجعل لك من هذا الحديث نصيب. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه الحاكم. احرص رعاك الله أن تكون من خيار الناس، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم حين سئل: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. فالمطلوب منك ومنك ومني تحقيق تقوى الله جل في علاه. تقوى الله الغاية المنشودة والدرة المفقودة، والآخرة عند ربك للمتقين. وإليك بعضا من أخبارهم. وقالوا لمحمد بن الواسع: لما لا تتكئ؟ قال: إنما يتكئ الآمن، وأنا لازلت خائفا. وقرئ على عبد الله بن وهب: وإذ يتحاجون في النار فسقط مغشيا عليه، وحج مسروق فما نام إلا ساجدا. وقال أحدهم: ما كذبت منذ علمت أن الكذب يضر أهله. وقال أبو سليمان الداراني: كل يوم أنا أنظر في المرآة هل اسود وجهي من الذنوب؟ هذا حالهم، فكيف حالي وحالك؟ لبسنا الجديد وأكلنا الثريد ونسينا الوعيد وأمنا الأمل البعيد. رحماك يا رب، لماذا تريد الحياة؟ لماذا تعشق العيش إذا لم تدمع عينك من خشية الله جل في علاه؟ إذا لم تمدحه في السحر، إذا لم تزاحم بالركب في حلق الذكر، إذا لم تصم الهواجر وتخفي الصدقة، هل العيش إلا هذا؟ هل العيش والسعادة إلا هذا؟ إذا لم تستطع قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم. قال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه أخبارهم لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود